السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض صنف حلو جدا من الكنافة اللي بندوقها في المحلات، وهي كنافة بالشوكولاتة. والصنف ده بالذات من الحاجات اللي ما بنعرفش نوقف أكل فيها، ولو جربتوها هتعرفوا الإحساس ده بجد. وصفة سهلة جدا وخطواتها بسيطة قوي، بس أهم حاجة تتبعوا التركات اللي احنا هنقول عليها عشان تطلع معاكم وصفة مظبوطة بإذن الله. تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله. الفيديو يعجبكم ويكون مفيد بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من الكنافه المتفرزنه، بطلعها على طول من الفريزر وببدا افركها بالشكل ده كده بصوابعي، او ان انا احطها في الكبه لحد ما توصل معايا للحجم ده. هضيف عليها كوبايه الا ربع من السمنه السايحه واقلبها معاها كويس جدا. وهنا بقى هبدأ ان انا احمرها سواء على نار البوتاجاز من فوق على نار هادية، او ان انا احطها في صينية في الفرن، وابدأ ان انا كل شوية اقلبها لحد ما توصل معايا للون اشقر قوي موحد. ببدأ كده اقلبها كويس جدا، ونخلي بالنا ان هي ما تتلسعش مننا او اجزاء منها تتحرق، عشان ده هيعمل لي مرارة في الكنافة بعد كده. يدوبك تتحمر معايا كده تاخد لون حلو من غير ما تغمق زيادة عن اللزوم. انا هنا حمرتها على دفعتين عشان طبعا الكمية كلها ما كانتش هتنفع في الطاسة مرة واحدة. لحد ما وصلت للون ده كده هبدأ ان انا اضيف عليها شربات تقيل بارد، والكنافة معايا سخنة. هضيفه على دفعات لحد ما احس ان هي بتتجمع معايا كده شبه الرملة المبلولة، يعني بشكلها بس ما تبقاش متشكلة جامد قوي، يعني افركها تتفرك معايا زي ما انتم شايفين كده زي الرملة المبلولة بالظبط. اخدت معايا تقريبا حوالي كوباية وربع من الشربات التقيل، اللي هو عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية من المية ومعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز وعصرة ليمونة. هسيب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف، بس اهم حاجة ان عسل الكلوكوز مهم جدا في الوصفة دي. لان لو الشربات سكر معايا الكنافة بتاعتي هلاقيها محجرة وناشفة، فاهم حاجة ان احنا نضيف عسل كلوكوز، وبديله هي معلقة كبيرة من عسل النحل. هنا بقى ضفت الكنافة بتاعتي في البايركس، او ممكن تضيفوها في صينية او المتاح عندكم. اهم حاجة ان انتوا كده بتتأكدوا ان هي كلها سوا واحد، وبتضغطوها كويس جدا. هتحسوا ان الكنافة لسه فكة معاكم، بس اول ما تبرد هتتماسك وتديكوا قوام حلو جدا اللي هتشوفوه معانا دلوقتي. بيبقى ارتفاعها حوالي سنتي او سنتي ونص. بضيف عليها بقى حوالي 180 جرام من الشوكولاتة الغامقة مدفياها او مسيحاها على حمام مائي، وبضيف عليها ربع كوباية من الزيت. والزيت هنا عشان الشوكولاتة تتقطع معايا وتبقى طرية، عاملة طبقة طرية ما تبقاش ناشفة ومحجرة. هنا للأسف النور قطع عندي بدري، فاضطريت ان انا اكمل بقى التزيين على ضوء النهار، وكانت الشوكولاتة مسكت معايا شوية. هنا هزينها بس كده بشوية من الشوكولاتة البيضاء، برضو ضايفة عليهم شوية من الزيت. والتزيين ده طبعا على حسب اختياركم وعلى حسب المتوفر عندكم. وكمان هضيف عليها شوية من البندق المتحمص المجروش. طبعا كل ما كانت الشوكولاتة لسه سايحة معايا كل ما كان المكسرات هتمسك فيها افضل. بدخلها التلاجة بقى لحد ما تتماسك ربع ساعة نص ساعة، مبقعدهاش وقت طويل. اهم حاجة ان انا اطلعها قبلها بوقت كافي من التلاجة قبل ما اقطعها، عشان تاخد درجة حرارة الغرفة، ما تبقاش متجمدة معايا او لسه ساقعة، لان الكنافة ممكن تتكسر لو حاجة اقطعها وهي لسه متجمدة او ساقعة. فبسيبها لحد ما تاخد درجة حرارة الغرفة، وببدأ اقطعها كده بالطول بعرض صباع واحد. وببدأ هنا احدد برضو المقاسات بالعرض قبل ما اقطع، عشان تبقى قطع الكنافة بتاعتي كلها طول واحد، ملاقيش قطعة طويلة وقطعة قصيرة وتبقى شكلها مش لطيف. بقطعها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، سهلة معايا وبتبقى طرية جدا في اول يوم. ممكن تقعد معاكم بقى ايام كتير، يومين ثلاثة. بس هي بتفرق ان هي اول يوم بتبقى طرية شوية، وتاني يوم وتالت يوم بتبدأ ان هي تقرمش اكتر. هو ده بس الفرق، بس في كلتا الحالتين هي طعمها حلو جدا، ومتقدروش بجد توقفوا اكل فيها. من الحاجات اللي طعمها لذيذ قوي وحلو قوي، شكلها حلو جدا في التقديم. زي ما انتم شايفين طالعه معايا قطع مظبوطه وشكلها حلو جدا، وبجد طعمها رائع. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين التقطيعه معانا مظبوطه وكل حاجه متظبطه معانا. وطبعا المكسرات ما كانتش مسكت معانا بشكل كافي عشان الشوكولاته كانت اوريدي مسكت، بس هي في الاخر النتيجه بتاعتها حلوه جدا وطعمها بجد رائع، وهنشوفها دلوقتي برضو
من جوه شكلها عامل ازاي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم ويكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل اشعارات فيديوهاتي الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.